يا مساء الورد، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وراحة بال. تعالوا بقى بينا نخرج بره البيت شوية ونجرب مطاعم من اللي طالعة ترند اليومين دول، ومنهم مطعم كفتة. كفتة من المطاعم اللي لسه فاتحة جديد في مصر ولقت إقبال شديد جدا عليها. فهل يا ترى يستحق الإقبال ده ولا ما يستحقهوش؟ ده بقى اللي أنا هقوله لكم إن شاء الله في الفيديو بتاعنا. هو ليه فروع كتير في كل مصر، وانا هجرب الفرع اللي موجود في الشيخ زايد. زي ما انتوا شايفين المكان حلو جدا والقعده بتاعته اوبن اير، يعني حلو قوي خصوصا في الصيف. بس طبعا احسن لو رحنا بالليل علشان الصبح الجو هيبقى صعب جدا. طلبنا بقى الاوردر بتاعنا، وبجد التغليف بتاعه حلو جدا والاكل نضيف جدا وجاي متظبط. وطبعا كل واحد على حسب اختياره، ممكن نشتري سندوتشات كده لوحدها، او كمان ممكن نشتري بوكسات ودي بتبقى اوفر في السعر. وزي ما انتوا شايفين البوكس بتاعنا انا نوعت ما بين سندوتشات الكفتة وما بين الحواوشي. وده بقى شيبسي هما اللي بيصنعوه وسعره 10 جنيه وطعمه حلو جدا. وزي ما انتوا شايفين التغليف حلو جدا وبجد الاكل نضيف. كمان العيش هما اللي بيصنعوه، حتى العيش بتاع الحواوشي. كمان اللبن الرايب اللي انتوا شايفينه ده هما اللي عاملينه. هو بصراحة ما عجبنيش قوي، حسيت ان هو خفيف جدا. هو رايب بالتوت والليمون، بس الطعم بتاعه خفيف جدا، بس يعني نوعا ما مقبول. اما بالنسبة لسعره فهو سعره 25 جنيه. وده بقى سندوتش الكفتة زي ما انتوا شايفين كده، شكله حلو جدا وبجد العيش بتاعهم تحفة. وصباع الكفتة كده كبير وبيبقى موجود معاه بقدونس وبصل متقطع شرايح. وطبعا ده بيبقى اختياري، يعني لو مش حابين البقدونس او البصل بنعرفهم واحنا بنشتري. اما بقى الحواوشي فالتحميرة بتاعته تحفة ولونه يجنن كده ومقرمش، وهم برضو اللي بيعملوا العيش بتاعه. شايفين شكل الساندوتش من جوه بجد حلو جدا. وزي ما قلت لكم ان صباع الكفته بيبقى كبير، وهم عندهم حجمين في الساندوتش ده، وده بيبقى سعره 55 جنيه. وفي نفس الساندوتش يعني نفس الرغيف وبيحطوا فيه دبل كفته، صباعين كفته يعني، وده بيبقى سعره 100 جنيه. وطبعا الساندوتشات بيجي معاها الطحينه، لكن ممكن نزود طحينه سبايسي او نزود طحينه تاني او سلطه او ميه السلطه، ودي بيبقى سعرها لوحدها ب 15 جنيه. وده بقى الحواوشي بجد لما جربته كان طعمه حلو جدا. هو نسبة اللحمة فيه يعني كويسة مقبولة، مش قليلة قوي ولا كتيرة اوفر. بس هو دسم شوية او نسبة الدهون فيه عالية شوية. وده طبعا احنا عارفين ان الحواوشي او الكفتة لازم نسبة الدهون تبقى فيها اعلى، ده بيخلي الطعم احلى. بس طبعا لو بتعملي رجيم الحاجات دي ما تنفعش خالص. بس رأيي فيه انه هو حلو جدا ومقرمش، وكمية اللحمة فيه كويسة ونوع اللحمة كمان كويسة، بالرغم ان هو زي ما قلت لكم الدهون زايدة فيه شوية، بس هو مقبول وطعمه حلو. ولو حابين تاكلوا حواوشي من بره جربوه هو هيعجبكم. وده بقى سندوتش الكفته اما جربته بجد طعمه حلو جدا. صباع الكفته كده حلو وكبير، وكمان العيش نضيف زي ما قلت لكم. واللحمه اللي عاملين بيها الكفته لحمه حلوه جدا ونضيفه. فهو عجبني اكتر بصراحه من الحواوشي، لان كمان نسبه الدهون اللي في الكفته اقل من الدهون اللي كانت في الحواوشي، فعلشان كده عجبني اكتر. وهو من احسن الاماكن اللي انا اكلت فيها كفته بره بصراحه، لان بالذات الكفته يعني مش مضمونه قوي ان احنا ناكلها من بره، لانها لحمه مفرومه ومنبقاش عارفين حاطين في مكوناتها ايه تاني. لكن دي بجد يعني نوعا ما اللحمه كويسه ومقبوله، وتحسي ان طعمها حلو وكمان السعر بتاعها مناسب.
فجربوا من عندهم برضو سندوتشات الكفتة وقولوا لي ايه اللي هيعجبكم اكتر، الكفتة ولا الحواوشي. وفي نهاية الريفيو اتمنى ان هو يكون عجبكم، وما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو، ولو القناة بتعجبكم والفيديوهات دي عجبتكم قولوا لي في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل الجديد.